بسم الله توكلت على الله. يا ألف أهلا بحبايب المصطفى في الكوكب كله، من واحد لواحد، ونصلي على حبيبكم الهادي. وتعالوا مع بعض نعمل حاجة بسيطة جدا، حاجة حلوة بسيطة خالص. تعالي هاتي، خدي بنتك في إيدك كده أو ابنك وادخلي على المطبخ، هاتي له المكونات واعملي له أنت قدام منه هيعمل إيه، وري له وهو هيطلع يحطهم في القوالب أو يشتغلهم في علبة. النهارده عاملينها بطريقة سهلة جدا جدا، وبقوالب أو من غير قوالب هتشتغلي. المهم إن أنت تحاولي تعملي لأولادك اللي بيحبوه، بس بالطريقه الصح من غير ما حد يخدعك، وتعملي خامات وتحضريها. عملنا الكاندي او الجيلي كولا او السكاكر زي ما تسموه سموه، زي ما بنشوف في الفيديوهات. طلع ايه يا جماعه؟ ما طلعش له علاقه خالص بالجيلي كولا اللي ولادنا بيحبوه. طلع ايه؟ جيلي جامد شويه، او حتى لما بنسيبه بره بيسيح ويفك. طب ما تيجي نقول الحقيقه لبناتنا بدل ما يعملوا حاجه وتخرب منهم وحرام. يلا بينا مع امكم تشوفوا تفاصيل الفيديو البسيط جدا السهل جدا اللي اولادكم ممكن يعملوه، بس بتقنيه بسيطه خالص ودقه صغيره قوي. يلا بينا. دي كده ايه، كوبايه كامله كولا، وادي نص الكوبايه التانية عندي الكولا. يعني كده معايا كوبايه ونص في اول مره هنعمل فيها الكولا. ليهم 3 معالق كبار جيلاتين. هنا زودت طبعا نسبة الجيلاتين لان انا عندي هناك في الاطعام التانية بكون مستخدمة جيلي، فبالتالي الجيلاتين بيبقى مجرد دعم للتماسك، لكن هنا مفيش اي مادة تماسك هضيفها غير الجيلاتين اللي انا بضيفه دلوقتي. عشان كده خليت كل نص كوباية عامل لها معلقة كاملة، وضفت كمان معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز هيزود معايا التماسك واللون الحلو بتاع الجيلي كولا. كمان ضفت معلقه ونص سكر، ضفت كمان معلقه ملح الليمون اللي احنا متفقين عليها. بعد كده اول ما غلي البيبسي كولا اللي على النار، ضيف بعد كده نص كوبايه الكولا اللي حطينا فيها الجيلاتين تغلي مع الخليط الاولاني. ارفع اي رغوه على الوش اشتغلها على قد ما اقدر يعني، وبعد كده طفيت النار وهسيبه يبرد خالص، وبعد كده ابدا اعبيه. لقيت فيه رغوه اتجمعت عليه تاني هشتغلها كويس، لان انا مش عايزه اي لون يكون مجير او مش ظريف في قلب الوصفه بتاعتي. وبدات افضي اللون ده في القوالب بتاعتي. انا هنا عامله الجيلي كولا بلونه الطبيعي، ما ضفتش عليه الوان. الوقت ده بقى هضيف عليه لون تاني في الكمية التانية الجديدة اللي هعملها، وهخلي اللونين فوق بعض. لكن انا كان هنا عندي غلطة مهمة جدا هوضحها لكم. عايزة تعملي تدريج الالوان اللي بنشوفه في الجيلي كولا، لازم يكونوا الاتنين باردين. يعني الطبقة اللي حطيتيها الاول تكون بردت وبدأت جمدت خلاص بالفعل، والطبقة التانية تكون سبتيها لما بردت خالص لكن ما اتجمدتش طبعا في قلب الوعاء اللي هي فيه، تكوني بتفضيها وهي باردة خالص عشان ما تسيحش الطبقة اللي تحتها ويفضل كل لون مفصول عن التاني. دي الغلطة اللي انا وقعت فيها وانا مستعجلة وما خدتش بالي منها غير بعد ما جيت افضي القوالب. افتكرت ان انا كان لازم اسيب في فرق التبريد بتاعهم من بعض. بعد كده عشان ادعم اللون زي ما انا عاوزة درجات، عملت جزء من الجيلي كولا تاني وضفت له 3 نقط كده من لون طعام بني غامق عشان يديني درجة اللون اللي انا عاوزاه. غمقنا اللون، هبدأ اخد بالسرنجة تاني واحط على الجزء الاول. واهم حاجة زي ما قلنا الجزء الاولاني يكون اتجمد والجزء التاني يكون بارد خالص. مهم خطوة كمان ان لما تشتغلي في القوالب السيليكون تكوني فرداهم على صينية مظبوطين في الفرد. ما ينفعش تشتريهم بعد ما عبتيهم ابدا. خلي بالك من النقطة دي مهمة جدا، انك تفردي قوالب السيليكون على صينية الاول. نقطة مهمة يا جماعة. قوالب السيليكون في العموم حتى لو هتشتغلي فيها كيكه او هتحط فيها اي حاجه تانية والحاجه لسه سايله ما تقدرش تتحكمي فيها ابدا، بتكون سهل جدا انها تقع منها. فخلي بالك من النقطه دي مهم. خلاص فضيت الجزء الغامق على الفاتح وهسيبه يبرد بره التلاجة شويه، وبعدين ادخله التلاجة على الاقل ساعتين 3 لغايه ما الاقي التماسك بتاعه بقى ممتاز جدا، وابدا اطلعه واوريه لحضراتكم. ده الجزء اللي انا فضيته في علبه التلاجة، بقطعه تقطيع طولي كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله التماسك بتاعه ممتاز جدا، وكمان درجة اللون بين الطبقتين واضح جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. الحقيقة مش بس درجات لونهم اللي كانت جميلة، طعمهم كان حلو قوي، التماسك بتاعهم ممتاز جدا هتشوفوا حضراتكم دلوقتي. دي كمان اللي مهمة جدا وانت بتقطعي، لو عندك حاجة مكعبات زي دي، دايما طرف السكينة يكون مدهون زيت.
علشان تبقى تقطع معاكي بسهولة جدا، وفي نفس الوقت ما تهدرش اي حاجة. زي ما انت شايفة التماسك بتاعها ممتاز جدا. انا الجزء اللي هو متقطع مستطيلات ده حطيت سكر مع ملح ليمون وخليته يتغلف بيه، وحطيته في التلاجة شوية، وهنشوفه ان شاء الله في اخر الفيديو. زي ما انتم شايفين كده، ده بقى بقية الجزء اللي معمول بالكولا. ده معمول بالكولا الغامقة بس. زي ما انتم شايفين حلو قوي، التماسك بتاعه ممتاز جدا جدا. هكمل كل الكمية افضيها. عايزة تعملي درجات الالوان مش لازم ابدا تعمليها على مرتين، هي نفس الوجبة اللي هتعمليها وتاخدي منها جزء، وبعد كده الباقي قبل ما يتجمد تضيفي عليه لون الطعام وتفضيه فوق اللي برد، هيبقى ممتاز جدا. فضي كل الجزء اللي اتجمد من القوالب وارجع لكم تاني. بسم الله. يلا بينا بقى نعمل الجزء بتاع الكاندي بطعم القهوة. تحفة يا جماعة، جميل جدا جدا، وقطعينه زي ما انتم شايفين بقطعات حلوة قوي. ربنا نشوف تفاصيله السهلة جدا. بسم الله. مبدئيا هاخد 3 معالق كبار من البن عشان يبقى الطعم معايا مركز وكويس على الكوباية اللي انتم شايفينها دي، والمج العادي بتاع الشاي بتاع البيت. هضيف عليه كوباية كبيرة مية، املك كوباية عليه مية يعني على ال3 معالق، وهدوبهم كويس بقدر المستطاع. الكوباية دي معلقتين ونص اهم بالكوبايه، زي ما انتم شايفين كده على اخرها اهيت مليانه اهيت. خلاص هاخد بس نصها على الجيلاتين اهو واقلبه كويس. خلي ده على جنب، وهجيب النص التاني. دلوقتي هضيف معلقتين كبار من السكر او 3 علشان تتناسب مع نوع الحلوى اللي احنا معلقه كبيره من عسل الجلوكوز هتفرق معايا جدا يا جماعه. هقلب الكلام ده كله بقى كده مع بعضه واروح بيه على النار. يلا كمان معلقه صغيره ملح ليمون. الخليط بتاعي كله واروح على البوتاجاز هولع عليه النار. تمام. اتاكد ان هي بتغلي، سيبها تغلي شويه يعني دقيقه على نار هاديه، بس عشان ايه؟ مكونات القهوه اللي معانا، البن اللي معانا تدوب كويس وتستوي كويس. طبعا دي بن مش زي الكولا، يعني الكولا مش كانتش محتاجه سوا، لكن البن طبعا هيحتاج سوا. فاسيبها على النار ثواني تغلي كده قبل ما انزل لها بقيه المكونات. طبعا ريحه القهوه غنيه عن التعريف. خلاص هي بتغلي كويس اهي، خلاص غلت اهيت وعملت وش. طبعا في الحاله دي احنا مش هنشتري الوش ومش هنشتري الرغوه، لان الرغوه دي طبيعيه بتاعت القهوه. خلاص مش زي الكولا كده لما نشتري وشها، لا. طيب بعد كده عندي بقى الجيلاتين اللي انا دوبته في القهوه اهو. يلا نص الكوبايه التاني. هنقلب بقى كويس قوي قوي، نتاكد ان مكوناتنا كلها دايبه، وبعدين نسيبها تغلي تاني مع بعضها عشان برضو بقيه البن اللي حطيناه في الاخر يستوي. احنا عندنا نص كوبايه حطيناها مع الجيلاتين نيه ما استوتش، فهنقلبها كده اهو كويس قوي، نتاكد ان هي بقت ايه؟ دابت كلها. تمام. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. وهنخليها كمان تغلي. على فكره انا بسويها على نار هاديه زي القهوه العاديه، انا عايزه طعمها يكون مكثف كده وجميل. هقرب لكم شويه على طول بقى، اخدها واروح عشان نفضيها. طبعا هي مفيش تحتها لون تاني فافضيها على طول، ما عنديش مشكله. يلا نشوف هنعمل ايه في القالب اللي هنفضي فيه او الصينيه. انا هفضي القهوه زي ما قلت لكم في قالب مش باينه في الطبق، وهنعمل كده اهو كمان علشان نبقى ضامنين ان هي، لو حاسه ان في اي زيت زياده اشتريه، شربي لي المنديل، بس انا مش حاسه ان فيها اي حاجه زياده اهي. اتاكد ان ما فيهاش زياده خالص اهيت. وطبعا هصفي القهوه لان فيها رواسب، مش هينفع تتفضى من غير تصفيه، واسيبها تبرد جدا وادخلها التلاجة. جمدت بعد 3 ساعات في التلاجة، بدأت أقطعها أي تقطيع عشوائي. الجزء التاني اللي عندي من القهوة هقطعه بقطعات، هتشوفوا حضراتكم زي ما انتم شايفين كده. طبعا تقدروا تخلوا السماكة بتاعتها أضخم من كده، بس أنا مش حباها أضخم من كده. فزي ما انتم شايفين بأي قطعة عندك، بأي قطعة وأي شكل هتطلع معاكي تشكيلات حلوة قوي. والحاجات الصغننة اللي باين التقطيعات دي بيتاكل في نفس اللحظة وانا واقفة اقطع. والملحوظة كمان المهمة في الفيديو ان انا شغالة طول الوقت بايديا، لان ده تأكيد من اصحاب الاوردر ان مش عايزين اي كلابز خالص في الشغل بتاعهم.
هم واثقين الحمد لله من نظافة ايديا دايما في الشغل، يعني ان ده مش اول تعامل ليا في الشغل معاهم. الشغل الحمد لله تعامل معاهم دايما في افراحهم، فشايفين نظافة وجودة الشغل بعيونهم يعني. عملنا الجيلي كولا زي ما الكتاب قال، مش زي ما الفيديوهات قالت خالص، لان في تكه صغيره جدا او تكتين ما بيتقالش عليهم في الفيديوهات. وبصراحه انا جربت كل الطرق عشان اتاكد من الطريقه الصح اللي تطلع معايا الشغل مظبوط وتخلي بناتي يعتمدوه وهم واثقين مليون في الميه. الالوان بتاعتنا معانا كلها اهي، طعم الكولا وطعم الجيلي. باينه معاكي؟ بسم الله ما شاء الله اهيت. وزي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله دي الكولا، دي الكولا بسم الله ما شاء الله. وزي ما احنا متفقين دايما لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش دعوه طيبه من قلوبكم الطيبه. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين بفضل الله انا عملت عبوات زي ما انتم شايفين كده، هتروح لاصحابها ياكلوها بالف هنا يا رب تعجبهم. التماسك بتاع الكاندي جميل جدا جدا زي ما انتم شايفين بمنتهى الصراحه والوضوح، كل الخطوات كانت قدام حضراتكم. مهم جدا جدا نتبع الخطوات زي ما انتم شايفين. شوفوا التماسك بسم الله ما شاء الله عامل ازاي، يعني بضغط عليها بايدي جامد جدا عشان اوري حضراتكم التماسك الجميل بتاعها. ده طبعا بفعل الجيلاتين مع ملح الليمون، مهمين جدا جدا. ما نعتمدش بس على ان احنا نقلل الميه بتاعه الجيلي ونقول خلاص هيبقى جامد، لا مش هيبقى جامد، مش هيبقى متماسك. هيبقى جامد ماشي لغايه ما تخرجيه من التلاجة هيفك على طول، لكن نسبه التماسك اللي انت شايفاها دي وان انت تسيبيه بره التلاجة وتقدري تعبيه في عبوات كده زي اللي بتجيلك من بره وتبعتيه لاي حد، شايفه الجيلاتين يعني التماسك قدامك واضح ازاي. مش بنسبة المية بتاعت الجيلي القليلة بس، بقولها المرة الكتير جدا. مهم قوي الجيلاتين مع ملح الليمون وكمان عسل الكلوكوز في الكولا نفسها بيدي نتيجة ممتازة جدا. يا ريت يا جماعة تتبعوا نفس الخطوات لو مش عايزين الخامات تبوظ منكم. انا جربت الوصفة كتير قوي عشان اقدر اوصلها للدرجة دي. شايفين بسم الله ما شاء الله الكولا يعني اكن قالب سيليكون، مش حاجه جيلاتين ممكن تفك او كده، لا ما شاء الله. اتمنى الوصفه بتاعتنا النهارده تعجبكم. اذا عجبتكم الوصفه اولا ما تنسوناش بدعوه حلوه من قلوبكم الحلوه، ثانيا شرفونا بوجودكم معانا على القناه بالتعليق والاعجاب والاشتراك في القناه. اذا كنا نستحق وجودكم المشرف معانا استودعتكم الله. السلام عليكم ورحمه الله.